اقرأ الجمل التالية. استدان أرض البطولات. بنى طلاب المدرسة سورا ومسرحا. زار طلاب مدينة دنقل ثم عادوا إلى ديارهم. تأمل الجمل السابقة تجدي أن كل منها مكونة من عدد من الكلمات، فاذكري عدد الكلمات في كل جملة. الكلمات: السودان، أرض البطولات، طلاب المدرسة، سورا، مسرحا، مدينة دنقل، ديارهم. تجدها تدل على مسميات معينة، فالمدرسة اسم لمكان الدراسة، ودنقل اسم مدينة، والسودان اسم لبلدك، وهكذا. وكل كلمة تدل على مسمى تسمى اسما. كلمات بنى، زار، عاد تجدها تدل على حصول عمل، هو بنى البناء، زار والزيارة، عاد العودة والدخول. والكلمة التي تدل على حدوث عمل تسمى فعلا. أما الواو ثم إلى فهي لا تدل على مسمى معين ولا تدل على حصول عمل، ولا يظهر معناها إلا مع غيرها. والكلمة التي لا يظهر معناها إلا مع غيرها تسمى حرفا. من هذا الكلام نستنتج أن أنواع الكلمة ثلاث: اسم وفعل وحرف. ضعي كل حرف من ما يأتي في المكان المناسب من الجمل. الحروف: من، لا، الواو، عن، في الجمل. اشتريت القلم المكتبة. اشتريت القلم من المكتبة. عفوت المسيء. عفوت عن المسيء. منزلنا زوار. في منزلنا زوار. التزم بالصدق والأمانة. التزم بالصدق والأمانة. يعلم الغيب إلا الله. لا يعلم الغيب إلا الله.